أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وشير عشان الكل يستفيد. النهاردة هنتكلم في موضوع يهم كل حد بيدور على شغل. إزاي نعدي مقابلة الشغل بنجاح، ومش بس ننجح، لا، إزاي نتألق فيها. يا ترى فكرتوا قبل كده إزاي ساعة واحدة بس ممكن تكون هي اللي بتحدد شكل مستقبلنا المهني كله؟ يلا بينا نعرف سوا كل الأسرار اللي هتدينا الثقة وتخلينا مسيطرين على الموقف. طبيعي جدا إن أي حد فينا يحس بشوية قلق وتوتر قبل أي مقابلة مهمة. ده شعور كلنا بنمر بيه. بس الخبر الحلو بقى إننا نقدر نحول القلق ده لطاقة إيجابية، ونخلي التوتر ده حافز يدينا ثقة أكبر في نفسنا. السر كله صدقوني في التحضير الصح. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. إيه هي المقابلة الشخصية دي أصلاً؟ قبل ما نفكر إزاي ننجح لازم نفهم الهدف منها إيه. لما بنعرف السبب كل طريقة تعاملنا مع الموضوع بتتغير تماماً. الموضوع أبسط مما نتخيل. المقابلة دي فرصة للطرفين يتعرفوا على بعض. يعني صاحب الشغل بيبقى عايز يشوف هل الشخص اللي قدامه ده هو المناسب للوظيفة ولا لأ، وفي نفس الوقت دي فرصتنا إحنا كمان عشان نعرف هل الشركة دي فعلا هي المكان المناسب لينا. الموضوع مش امتحان، لأ، هو أشبه بحوار بنكتشف فيه هل في توافق بينا ولا لأ. وهنا بقى نوصل للجزء الأهم في الموضوع كله، الفصل الأول، التحضير عشان نكسب. الاستعداد الكويس ده عامل زي البروفا النهائية لمسرحية مهمة. كل ما كانت البروفا قوية، كل ما كان الأداء على المسرح مبهر والناجح. وركزوا في النقطة دي كويس قوي. النجاح في المقابلة بيتحدد قبل ما ندخل الأوضة أصلاً. كل دقيقة بنقضيها في البحث عن الشركة والوظيفة هي في الحقيقة استثمار في ثقتنا بنفسنا، والثقة دي هتبان في نبرة صوتنا وفي كل إجابة بنقولها. طيب نعمل بحث إزاي؟ خطة بسيطة وفعالة جدا، 4 خطوات بس. أولاً لازم نفهم الشركة دي بتعمل إيه بالظبط، إيه نشاطها. ثانياً الوظيفة نفسها، إيه المهام والمسؤوليات اللي فيها. ثالثاً إيه المهارات والمؤهلات اللي هم بيدوروا عليها تحديداً. ورابعاً مين هم عملاء الشركة دي. لما نجاوب على الأسئلة دي بنتحول من مجرد مرشح عادي لشريك محتمل في نجاحهم. تمام، حضرنا كويس وعملنا البروفة بتاعتنا. دلوقتي جه وقت العرض نفسه. في الفصل التاني ده هنركز على الأداء الفعلي جوه المقابلة، من أول لحظة دخولنا لحد ما بنمشي. إزاي نسيب انطباع إيجابي وما يتنسيش. دايما بيقولوا الانطباعات الأولى تدوم، وفي عالم المقابلات الجملة دي تعتبر قانون. في أول كام ثانية من اللقاء بيتكون انطباع مبدئي بيبقى صعب جدا تغييره بعد كده. كل تفصيلة صغيرة من شكل اللبس لدقة المواعيد بتبعت رسالة واضحة جدا عن شخصيتنا ومدى احترافيتنا. عشان نعمل انطباع أول ممتاز في 4 حاجات أساسية. أولاً اللبس لازم يكون احترافي، مظهرنا هو أول كارت تعريف لينا. ثانياً المواعيد، لما نوصل قبل الميعاد ب5 أو 10 دقايق ده بيوضح قد إيه بنحترم وقت الناس. ثالثاً دايماً يكون معانا نسخ زيادة من السي في، دي علامة على إننا جاهزين ومستعدين. وأخيراً لازم نتعامل بلطف مع كل شخص بنقابله في الشركة، أولهم موظف الاستقبال، ده بيعكس شخصيتنا الحقيقية. الثقة مش بس في الكلام اللي بنقوله، لا، دي في طريقة وجودنا كلها. خلوا شخصيتكم الحقيقية تظهر. الناس بتحب تشتغل مع ناس طبيعية. مهم جدا نحافظ على التواصل البصري ونتكلم بصوت واضح. نراقب لغة جسدنا، نقعد بثقة ومن غير كسل. ابتسامة بسيطة وسلام بالإيد في ثقة بيفرقوا جدا. والأهم من كل ده نسمع كويس قوي للسؤال، ولو في حاجة مش واضحة نسأل، ده دليل على الاهتمام مش الضعف. وزي ما في حاجات لازم نعملها، في برضو شوية فخاخ لازم ناخد بالنا منها ونبعد عنها. أولاً بلاش أي كلام في السياسة أو الدين، دي مواضيع شخصية جدا وملهاش مكان في مقابلة شغل. ثانياً نتجنب الكلام في المرتب في أول مقابلة إلا لو هم اللي فتحوا الموضوع. وأخيراً لما المقابلة تخلص نشكرهم على وقتهم ونمشي على طول. إننا نفضل قاعدين فترة أطول ممكن يدي انطباع مش احترافي. معلومة مهمة كمان، مش كل المقابلات زي بعضها. وعشان نبقى مستعدين 100% لازم نعرف إيه هي أنواع المقابلات المختلفة اللي ممكن تقابلنا. لما بنعرف نوع المقابلة تحضيرنا بيكون أذكى وأكتر فعالية. في نوعين هما الأشهر: المقابلة التقليدية ومقابلة اللجنة. في التقليدية الحوار بيكون بيننا وبين شخص واحد بس. أما في مقابلة اللجنة أو اللي بيسموها بانل انترفيو بنلاقي نفسنا قدام مجموعة من المحاورين. الهدف هنا أنهم ياخدوا آراء مختلفة ويقيموا الشخص من كذا زاوية. نصيحة مهمة هنا، لما نكون في مقابلة لجنة نحاول نوجه كلامنا ونوزع نظرنا على كل اللي قاعدين. في نوع تاني منتشر جدا ومهم قوي اسمه المقابلة السلوكية. هنا الأسئلة مش بتكون هتعمل إيه لو حصل كذا، لا، بتكون احكي لي عن موقف حصل فيه كذا وانت اتصرفت إزاي. الفكرة إن تصرفاتنا في الماضي هي أحسن مؤشر لتصرفاتنا في المستقبل. لازم نكون محضرين قصص حقيقية قصيرة عن تحديات قابلتنا
وإيه اللي عملناه وإيه كانت النتيجة. وآخر نوع هنتكلم عنه هو المقابلة الجماعية. هنا بنلاقي نفسنا في مقابلة ومعانا مرشحين تانيين. الهدف مش بس تقييم كل واحد لوحده، لأ، الأهم هو إنهم يشوفوا إزاي بنتفاعل وبنتعاون مع الناس التانية. نحاول نكون فعالين ونشارك، وفي نفس الوقت نسمع لآراء غيرنا ونبين إننا بنعرف نشتغل في فريق. وفي الآخر بعد كل الكلام ده في نصيحة أخيرة واحدة بتلخص كل حاجة، وممكن نعتبرها هي أساس النجاح في أي مقابلة شغل بنعملها. الرسالة الأساسية اللي عايزينها توصل للكل هي دي: التحضير هو المفتاح اللي بيفتح باب الثقة. كل ما بنستثمر وقت ومجهود أكبر في التحضير، كل ما بنحس إننا أقوى وأكتر ثقة في نفسنا، والثقة دي هي اللي بتخلينا نظهر أحسن نسخة مننا. وقبل ما نختم عايزين نسيبكم مع سؤال مهم تفكروا فيه. بناء على كل اللي سمعتوه النهاردة، إيه هي الحاجة الواحدة اللي هتعملوها بشكل مختلف في تحضيركم للمقابلة الجاية؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون بداية تغيير كبير والشرارة الأولى لنجاحكم المهني اللي جاي. بالتوفيق للجميع.